ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكلة بنوتة بتقولي خطيبي بيحبني بس بيبعدني عن صحابي واهلي. اعمل ايه؟ دايما يقولي مش بحب صاحبتك ديت، حاسسها مش كويسة ليكي، ويقولي ما تتكلميش كتير مع اهلك، خلينا كده انا وانتي. بصي ده مش حب، ده انذار. طب تعملي ايه؟ اول حاجة لازم تفكري بالعقل مش بالعاطفة. اسألي نفسك هو خايف عليا ولا عايز يسيطر عليا؟ الفرق بينهم كبير قوي. تاني حاجة لازم تحطي حدود واضحة من بدري. قوليله بكل هدوء أنا بحب أهلي وصحابي، دول جزء من حياتي، ووجودك مش معناه إني أبعد عنهم. اللي بيحبك بيحترم ده، اللي مش حابب هيبان وشه الحقيقي. تالت حاجة جربي تعملي موقف بسيط واختبريه. مثلا قوليله هخرج مع صاحبتي يوم الخميس، كنا متفقين من فترة. لو بدأ يتعصب أو يزعل أو يقولك لو بتحبيني ما تروحيش، يبقى بجد في مشكلة لازم توقفيه عندها. اتكلمي معاه بصراحة من غير ما تتهميه. قوليله أنا مش مرتاحة لفكرة إنك تبعدني عن الناس اللي بحبهم. الحب بالنسبة لي يعني نكبر سوا، مش نغلق على بعض. لو بيحبك وناوي يبني حياة هيسمعك ويحاول يفهم. لو عايزك لوحدك عشانه يبقى هو مش أمان. ما تتنازليش عن علاقاتك علشان حد. اللي يجي ويقولك أنا ولا هما، قوليله أنا واللي بيحبني وبيحب يشوفني وسط الناس اللي بحبها. راقبي رد فعله بعد كلامك. لو فهمك وحاول يعدل تصرفاته تمام. لو زعل وبعد كده بدأ يضغط أكتر، خدي بالك دي بداية تحكم مش حب. الحب اللي يعزلك عن الناس عمره ما يحميكي، هيحبسك.